السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم مقطعنا عن زراعة غصون الجوري. هذه طبعا غصون الجوري اللي تشتريها من محلات الزهور. بإمكانك تزرع الغصون نفسها وتسوي لك شجر جديد. طبعا هذه كانوا حاطينها في الماي وشفت انه طلع فيها نموات، فقلت بزرعها في قصيص هذا، بحط لها هرمون نمو. اللي عنده هرمون جاهز صناعي يستعمله، واللي ما عنده بإمكانه يسوي نفس هذا الهرمون اللي هو العسل مع القرفة، اللي بعض الناس تسميه الدارسين أو نفس ما نسميه في الإمارات الجرفة. تخلطونها مع العسل، مجرد أنكم تاخذون راس مكان الجذور وتغمسونه في الجرفة بهذه الطريقة، وهذا هو هرمون التجذير. طبعا بعد ما نزرع الغصون في الرمل نغرزها، نحاول نخلي أكثر من 2 سنتي أو 3 سنتي في الأرض عشان العروق، عشان الجذور. نقول بسم الله، إن شاء الله نشوف نمو الغصون هذه. بعد ما نخلص نقدر نحط عليها اللي هو الشفاف هذا، لأن حاليا الجو بارد تحتاج تدفئة، لأن نشوف ان الأوراق تبطلت. عقب نفتح النايلون هذا بشكل تدريجي، يعني عقب ما نشوف ان الغصون كلها ان شاء الله فتحت الأوراق، نبدأ نسوي فتحات كل يوم، نزيد الفتحات لين ما يتأقلم الجو الداخلي مع الخارجي، وبعدين بإمكاننا ننقلها على غصون ثانية. طبعا هذه بصيلات النرجس نشتريها جاهزة ونزرعها، طلع لنا نفس الورد الأبيض بشكل جميل. إن شاء الله بسوي مقطع يوم بتزهر. وهذه هني اللي هي الأقحوان، الورد الأصفر، هذا الأقحوان، وهذا النعناع الجبلي. عندنا هنا الجوري الباكستاني المتسلق، ما شاء الله ريحته من أجمل الروائح اللي شممتها، أحلى من الجوري اللي يسمونه الدمشقي، ريحته نفاثة. بس باختصار كان هذا المقطع عشان نحتاج وقت شوي نشتغل، وإن شاء الله نحط لكم صورة الفينيشنج أو الزراعة عقب ما نخلصها. شكرا.